بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا جماعه الخير، طبعا انا مش هقدر اتكلم قد الكلام اللي اتكلموه اخواتنا الافاضل والاستاذ اشرف طبعا والعقيد مصطفى والدكتور عبد الاول والشيخ محمود. كل الناس اللي اتكلمت مش على بين. المبادره اتعملت وهتتعامل ان شاء الله باذن الله بيكم وبشباب البلد وبالناس الكبار وبالغني والفقير، والفقير قبل الغني. ده الكلام اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه من بدري، وكنت اتكلمت مع الاستاذ اشرف من حوالي بتاع 5 شهور انا هو في الموضوع ده، ونزلت فيه اكتر من 5 فيديوهات عشان موضوع المبادره. كان كلمني فيها الاستاذ احمد، موجود شاب من شباب البلد، وكلمت فيها الاستاذ اشرف. الاستاذ اشرف طرحها برضه على بعض اللجنه اللي كنا قاعدين فيها من فتره، بس للاسف الشديد ما حدش اتجاوب معانا. النهارده احنا لما نبدا صفحه جديده واما نقول دي اولى جلسات المناقشه للمبادره، يعني مش النهارده هننفذ، احنا لسه قدامنا اسبوع واثنين وخمسه وعشرة، وائمه المساجد هتتفضل في المساجد زي ما ذكروا وقالوا ان شاء الله باذن الله هينبهوا الناس بكره وبعده في المساجد. اولا المبادره يا جماعه الخير هتتكلم على ان شاء الله باذن الله اللي هو الغاء النيش. ده هيبقى بند رئيسي لان بيكلف الزوج وبيكلف الزوجه. غرفه الاطفال ملهاش اي قيمه، يعني في غرفه الاطفال دي بتكلف الزوج حوالي بتاع 7-8,000 جنيه، وغير الفرش اللي بتجيبه العروسه دي ملهاش قيمه اساسا ان انت تجيبها. ده المفروض ان هي تتشال خالص. موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، الذهب. لما اتكلمنا على موضوع مبادره الذهب، الناس خايفه ان حق بنته هتضيع في موضوع الذهب. كل واحد ومقدرته يا جماعه الخير، يعني انا راجل مقتدر وعندي اجيب زي ما هجيب. اتفق انا واهل العريس على ان احنا هنجيب مثلا 100 جرام مثلا. انا بقول لكم عشان خاطر بلدنا هنا صعبه قوي في موضوع الذهب ده اللي بتكلم فيه. هنجيب 100 جرام، اكتب ال 100 جرام في القايمه، بس الفعل اللي احنا هنجيبه على ارض الواقع 50 40. اديكم شايفين النهارده جرام الذهب قفل ال 2000 جنيه. مين معاه 100,000 النهارده يجيب 50 جرام؟ طب لما هتجيب 50 جرام النهارده ب 100,000، الفرح هيكلفك قد ايه؟ وطبعا احنا بسم الله ما شاء الله الكذب والفشخر عندنا كتيره. موضوع الفرح اللي ما كنتش اكلفه حوالي بتاع 200,000 قدام البلد، والناس تقول ده فلان وهو مستلف من ده ومستلف من ده ومستلف من ده، وسحب قرض واثنين وثلاثه. واما نشوف والناس اما تجينا البيوت بسبب موضوع القروض، اللي بيجوز ولده واللي بيجوز بنته. اقسم بالله العلي العظيم من يومين بالظبط شاب جاي للبيت مش من البلد، عشان بس الكلام يكون واضح، وكان لما يتكلم معايا ما يقول انا عاوز اسحب قرض عشان اعمل خطوبه. هيعمل خطوبه من بدايته، يعني لسه هيعمل خطوبه وهيخطب واحده، هيسحب قرض 10,000 عشان يخطب، ما بالكم لما يجي يتجوز؟ فالبدايه اساسا غلط، يعني البدايه غلط، الناس ما حاش. المبادره يا جماعه الخير اللي احنا ما نتكلم فيها، اضمن حق بنتك، مفيش مشكله، عندك قايمه اكتب فيها اللي انت عاوزه. الساده الافاضل لما اتكلم الاستاذ ابراهيم واتكلم الشيخ محمود على حق الزوجه وما يقول لك المحاكم وهنجري في المحاكم، وبرضه ابو طارق كان اتكلم برضه الاستاذ عبد الراضي وما يقول لك هنجري في المحاكم. النهارده محكمه الاسره تاني يوم اما تجيب العريس من بوزه، صح ولا غلط؟ انت راجل محامي وعارف، والاستاذ احمد والاستاذ اشرف عارفين. محكمه الاسره برضه عشان خاطر انا بتكلم يا جماعه الخير، عاوزين نحارب الغلا، عاوزين نحارب موضوع المهور. الموضوع بصراحه يعني مستفز جدا. انت كراجل محامي النهارده لما انا اجي لك ارفع قضيه على جوز بنتي، اما تروح المحكمه اول ما تقدم لورق تاني يوم المباحث ما تروح للبيت، صح ولا غلط؟ فمش عايزين برضو الموضوع ان نشعبه والناس نخوفه. احنا بنتكلم يا جماعه الخير، المبادره دي ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل اهل البلد لازم نتمها. ومش اما نقول النهارده بكره وبعده ومش هنسعد ان شاء الله باذن الله. المبادره دي بتتكلم على حاجات معينه. موضوع الذهب هنقتصره، موضوع النيش بلاش منه لانه مكلف للعريس والعروسه، موضوع غرفه النوم مكلف للعريس والعروسه. عندك فلوس وعاوز تجيب، هات عجلين بدل ما تجيب عجل وتتفشخر، وزعهم من الغلابه، استفيد بيهم، اكسب اجر وصواب بدل ما تروح تجيب فراغ. انت فاهمني؟ بياخد 30 و40 الف جنيه، وانت في حيله ان انا اجي لك عشان واحد غلبان مش اما تطلع له جنيه، مش اما تطلع. احنا عارفين بعض. فيا جماعه الخير انت تروح تكلف روحك وتعمل ليله حنه
تصرف لك بتاع 100,000 جنيه وانت مش اما تطلع جنيه لله. فعاوزين نقتصر الموضوع ده. القتل كترت والزنا والعياذ بالله كتر والفواحش كترت قوي بسبب اللي احنا بنعمله. للاسف الشديد بعدنا عن ديننا وبعدنا عن الثوابت والعقائد بتاعتنا، بقينا اما نتفشخر زياده عن ما بنعمل. وشكرا انا اتكلمت عن المبادره وان شاء الله باذن الله هنكمل معاكم يعني. جزاك الله كل خير.